جامل، انت مجامل، رجل مجامل. بس الحق، هل انت تقول معتمد كلامك ان المغرب وتونس افضل من البرازيل والارجنتين؟ مش عمري يا ربي مين فاز على الارجنتين في النهائي في الشيلي؟ انت الكويت البرازيل. لا حول ولا قوه الا بالله. متى هذا اي سنه تتكلم انت؟ هذه السنه المنتخب الاول كاس العالم اقل من 20 سنه. المنتخب الاول انت يمكن مزور، انت يمكن مزور، انا مزور بعد اقل من 20 سنه. يمكن مزور، انا ايش دراني يمكن مزور، يمكن مزور في كاس العالم. تزوير. لا تكلمني عن الشباب، الفريق الاول الصغار تزوير. انا حطيت هذا اتيام خطر. هذا تتابع عليه في المحاكم الرياضيه. ما يخالف اقسم بالله تتابع. انت تتهم الجامعه الملكيه المغربيه بالتصوير. اعمار اسحب كلامك من الفرنسي هذا. جمال اسحب كلامك. اسحب كلامك. لا جمال لحظه اسمعني، انك تتناقش معه فنيا حقك، لكن اسمعني ما اسمح لك تسيء الى الجامعه الملكيه. لا بالعكس. لا تقولش تزوير. منتخب المغرب خالد مع المغرب. انا اقول منتخبات الشباب الناشئين فيهم تزوير. ما عندنا احنا تزوير. الكل ما عندنا تزوير. ما قلت المغرب. انا جماعه الرياض. لا انا ذكرت. لا انا ذكرت. اسمح لي، انا ذكرت بان اخر منتخب فاز باقل من 20 سنه هو المغرب في الارجنتين، على الارجنتين في النهائي. فاز على البرازيل. نعم. فاز على الفريق الاول. تعال الفريق الاول. انت فزت على اسبانيا وفزت على البرازيل. ها عمان فاز كاس العالم. وهذا اللي على الكويت خلي عمان. وصل عمان. محمد عامر عماني خذ افضل لاعب بالعالم. افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. سكت اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. فاز كاس العالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. سعودي محمد عامر افضل لاعب بالعالم. ايش دخل بيده؟ ايش دخل الكويت؟ والكويت انا اكلمك كاس العالم في 82 مع فرنسا بغاو ينسحبوا. هذا مو قياس. هذا مو قياس. للحين هذا مو مقياس. هذا مو مقياس. لما اقول لك الشباب، لما اقول الشباب الناشئين تعال على المنتخب الاول. شباب ناشئين طلع الثاني. قانا واصل 14 مره في نهائي كاس العالم. يعطيكم العافيه. السعوديه لعب نهائي كاس العالم. كاس العالم. كاس العالم. اسمعني انت بعد عرفت. انا قاعد اتكلم بالنهايه. بعد عرفت علاش دابا غنهضر على النموذج ديال الكويت، علاش ما تطوراتش كره القدم في الكويت. عادل لا هو قال لا ما نقصنا من حد. انا ما نديرش هو شخص. لا انا ما نهضر عليه. اولا كيقول كلام خطير جدا. لماذا؟ لان عندما نكون فئه اقل من 17 سنه واقل من 20 سنه فهذا يعني اننا نطور للمستقبل. وبالتالي مثلا النموذج الذي اقدم عليه فوزي القجع بتوفر مالي سيوله كبيره من جلاله الملك